خبر صادم يهز الوسط الرياضي المصري. وفاة مفاجئة لأحد رموز نادي المصري البورسعيدي بقلوب حزينة. ودعنا اليوم الكابتن ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي والمدير الفني السابق للفريق بعد ما وفاته المنية منذ قليل نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. الراحل كان من الوجوه المخلصة والمحبوبة في الكرة المصرية، وسبق وأعلن النادي في يونيو الماضي تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بعد ما نجح في قيادة الفريق للمربع الذهبي في الدوري، وهو إنجاز كبير يحسب له ولمسيرته الطويلة. ميمي عبد الرازق بدأ رحلته التدريبية سنة 1984 مع نادي بورفؤاد، ثم انضم للجهاز الفني للنادي المصري كمساعد سنة 1996، ومن وقتها وهو في رحلة كروية طويلة مليانة بالعطاء والنجاح والإخلاص. الكرة المصرية فقدت شخصية كبيرة وإنساناً راقياً خلف بصمة في قلوب اللاعبين والجماهير وكل من تعامل معاه. ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أسرته وكل محبيه الصبر والسلوان. وده عن ميمي عبد الرازق، هتظل ذكراك خالدة.